تكفل المصري أحمد باشا حمزة وزير المالية المصري بوزارة النحاس باشا السادسة في 26 من أيار مايو عام 42 تكفل بإنارة الحرم النبوي، والتي أعدت جائزة عظيمة كانت حلم حياته. فما قصة المصري الذي دخل قبر النبي في القرن العشرين وماذا رأى في الداخل؟ ترجع القصة إلى عام 1947 عندما ذهب أحمد باشا حمزة لأداء فريضة الحج بصحبة مدير مكتبه آنذاك الدكتور محمد علي شتا. وبعد أن أديا المناسك توجها إلى المسجد النبوي لزيارة النبي محمد، وهناك وجد أحمد باشا حمزة أن المسجد النبوي لا يزال يضاء بقناديل الزيت ذات الإضاءة الخافتة لدرجة أن المسجد يكاد يكون مظلما. حزن الوزير المصري لذلك حزنا شديدا أن يكون مسجد النبي غير مضاء، وفور عودته إلى مصر قرر شراء عدد من المحولات الكهربائية والمصابيح والأسلاك الكهربائية على نفقته الخاصة، وقام بإرسالها إلى البيت الحرام والمدينة المنورة، وأمر مدير مكتبه حينها باصطحاب المهندسين معه والفنيين ومعهم المولدات الكهربائية، وقاموا بتركيبها في المسجد النبوي ليكون بذلك أول من أضاء المسجد النبوي بالكهرباء. واستمرت عملية التركيب 4 أشهر كاملة حتى تلألأ المسجد النبوي بنور الكهرباء، وأقيم حفل كبير بإضاءته.